فلاشات العين. يا دكتور انا كتير بيجيلي فلاشات في عيني واشوف زي انوار كده جايه من جنب العين، هي دي معناها حاجه خطيره وامتى اقلق وامتى تبقى حاجه عاديه؟ الحقيقه فلاشات العين ليها اسباب كتيره، اكترها حاجات مش خطيره بس بتحصل كتير لناس كتير. عاده بعد سن ال40 بيحصل انفصال في الجزء الخلفي من الجسم الزجاجي، بيبقى مصحوب بفلاشات وممكن تشوف شويه ذباب طاير كده في وقتها، ممكن تقعد معاك من 10 ايام لاسبوعين وبعد كده بتروح لوحدها. دي ما بنقلقش منها ودي حاجه طبيعيه ممكن تحصل لاي حد فينا. ممكن احيانا بعد الفلاشات دي تلاحظ ان انت جالك صداع بعدها وتبقى فاكر ان المشكله في عينك وتروح تكشف على العين وتقول يا دكتور انا عيني عامله لي صداع. في الحقيقه تبقى الفلاشات دي مجرد انذار لصداع نصفي، يعني ممكن احنا نشخص ان المريض ده مريض صداع نصفي بسبب الفلاشات اللي بتجيله قبل الصداع. اخطر سبب بقى للفلاشات ان انت يحصل عندك فلاشات وبعدها تبتدي تلاحظ وجود ستاره سوداء بتبتدي من الطرف بتاع مجال الرؤيه وتزيد معاك بالتدريج. دي ممكن تكون بدايه انفصال شبكي لا قدر الله، وهي دي الحاله اللي بنقول ان انت لازم تروح تكشف فورا عند الدكتور اول ما تحسها.